صباح الخير، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنه وحضراتكم طيبين. هنعمل مع بعض النهارده معشوق الشتاء شوربه العدس. احنا بنحب فيه الجزر كتير شويه. انا قطعت فيه بصله وسبتها طرنشات كبيره كده علشان انا ما بضربش العدس كله في الخلاط. انا باخد الطماطم وباخد البصل والجزر، بلم ده كله بالميه اللي لسه فايضه من السوا، وبروح على الخلاط بضربها في الكبه، وبرجع اضيفها على العدس. وبعد ما بضيفها على العدس بحمر الشعريه وبنزلها عليه وبطش التومه. شوربه عدس عاديه خالص من بتاعتنا، بس انا قلت اصور معاكم النهارده احنا هناكل ايه في السقعه واليوم البرد القوي ده. ان شاء الله هنصور مع بعض شوربه العدس، هنعمل جنبها رز بشعريه، هنسلق بيض او هنقلي، طبعا طلبات اللي عايزين ياكلوا. نشوف الغالبيه العظمى عايزه قلي ولا سلق. ان شاء الله احنا هنعمل مع بعض شوربه العدس دي، وان شاء الله بالليل هنعمل بث مباشر. يا ريت تدخلوا معايا في البث باذن الله، تنوروني باذن الله كده في البث. هنتكلم عن موضوع مهم قوي ان شاء الله. وكل سنه وحضراتكم طيبين. ان شاء الله هنتابع مع بعض. اول ما البطاطس تقرب، البصل يقرب يستوي والجزر، انا هوريكم احنا هنكمل سوى العدس لوحده ازاي، وازاي بضرب ده لوحده واسيب ده ما اضربوش، ادبهمكوا بس بالمعلقه كده، وبنزل عليه الطشه بالثوم، وقبلها احمر الشعريه وانزلها. ده اللي بيحب الشعريه مع شوربه العدس. ان شاء الله انا هغطي عليه، انا ولعت عليه النار، هسيبه يستوي ونرجع مع بعض. يا حبيبي ما شاء الله غلى معايا اهو، البصل اختفى، بدأ يختفي هو الطماطم. لو نزلوا لتحت في الميه يعني ما عادوش باينين، والعص اللي هيظهر تعرف ان الطماطم والبصل استووا على طول. هطلعهم واضربهم في الكبه وارجعهم تاني. ما شاء الله انا ههدي عليه النار واسيبه يستوي براحته، وهكمل بقيه الخطوات معاكم. كده يا حبايبي انا لميت الجزر والبصل، لميته معايا بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. هضربه في الكبه ونرجع نشوف مع بعض احنا هنكمل ونعمل ايه. انا ضربته معاكم في الخلاط الجزر والبصل بقى بالمنظر اللي انتوا شايفينها ده، مع شويه عدس صغيرين. انا هرجع اسويه، اكمل سواه على النار واحط العقد بتاعه ميه، وبعد كده ان شاء الله نحمر الشعريه مع بعض وننزل عليها الطشه بالتومه، ونشوف طبق الشوربه اللذيذ ده هيبقى في الاخر نهايته عامله ازاي. يعني انا سايباه كده، ده كميه جزر على شويه البصل شويه عدس بصوت خالص خالص قوي. ضربتهم قوي قوي في الكبه ونعمتهم، وسبت باقي العدس في الحله ما ضربتوش، علشان انا ما بحبش الحبايه استوت خلاص معايا. انا همكتها حلوه قوي بالمعلقه، وهنزل عليها الخلطه دي مع شويه ميه صغيرين مع الملح والفلفل، كمون فلفل اسمر. وبعد كده ان شاء الله ما يستوي هقوم طش عليهم الشعريه، وبعد كده اطش التوم واوريكم الطبق في الاخر شكله هيبقى في منتهى الروعه ان شاء الله. انا بحمر يا حبايبي الشعريه كده، والشعريه بتحمر بالطريقه دي كده. انا حطيت عليها فص الثوم وهي بتحمر، يعني والشعريه بتحمر حطيت عليها الثوم بتاع الطشه، منها الشعريه تشرب منه
انا حمرته معاكم كده، هطشه في العدس وفي الاخر انا حطيت العدس على الشعريه، العدس وقلبتهم كويس مع التومه، هسيبهم ياخدوا غلوه وهوريكم شكلها في الاخر عامل ازاي. خلاص كده العدس استوي ما شاء الله، ما عادش ناقصه اي حاجه غير انه عاوز يتاكل بس. ده ما شاء الله اهو. هنعمل جنبه شويه رز بشعريه ونحمر بطاطس ونسلق بيض وطبق سلطه، والف هنا على اللي بياكل ان شاء الله. ان شاء الله كترت الجزر، قللت الطماطم، بصلايه، شايفين العدس اصفر ازاي وجميل ازاي، كأن مفيش عليه اي اضافه. هو مفروض كده، المفروض العدس تحس وانت بتشربي انه عدس، ما يبقاش بصله زايد، ما يبقاش جزره زايد، ما يبقاش اي حاجه في زايد. هو متعته في انه عدس، متعته في انك بتشربيه شوربه عدس، يعني مفيش اي حاجه تضيع النكهه بتاعته. ده شكله اظن احنا شايفين، بقرب الكاميرا على قد ما اقدر اهو. اظن احنا شايفين كده الشكل عامل ازاي. ما شاء الله تبارك الرحمن، زي ما هو بالظبط. ده ان شاء الله شكله بقت خلاص كده. انا هطفي النار، هولع على رز بشعريه، وانا غارفه ان شاء الله الاطباق باذن الله. هوريكم انا شكله عامل ازاي معايا وقدمت جنبه ايه. وكل سنه وحضراتكم طيبين، يا ريت تنتظرونا. صباح الخير، ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنه وحضراتكم طيبين. هنعمل مع بعض النهارده معشوق الشتاء شوربه العدس. احنا بنحب فيه الجزر كتير شويه. انا قطعت فيه بصله وسبتها طرنشات كبيره كده، علشان انا ما بضربش العدس كله في الخلاط. انا باخد الطماطم وباخد البصل والجزر، بلم ده كله بالميه اللي لسه فايضه من السوى، وبروح على الخلاط بضربها في الكبه، وبرجع اضيفها على العدس. وبعد ما بضيفها على العدس بحمر الشعريه وبنزلها عليه وبطش التومه. شوربه عدس عاديه خالص من بتاعتنا، بس انا قلت اصور معاكم النهارده احنا هناكل ايه في السقعه واليوم البرد القوي ده. ان شاء الله هنصور مع بعض شوربه العدس، هنعمل جنبها رز بشعريه، هنسلق بيض او هنقلي، طبعا طلبات اللي عايزين ياكلوا. نشوف الغالبيه العظمى عايزه قلي ولا سلق. ان شاء الله احنا هنعمل مع بعض شوربه العدس دي، وان شاء الله بالليل هنعمل بث مباشر. يا ريت تدخلوا معايا في البث باذن الله، تنوروني باذن الله كده في البث. هنتكلم عن موضوع مهم قوي ان شاء الله. وكل سنه وحضراتكم طيبين. ان شاء الله هنتابع مع بعض. اول ما البطاطس تقرب، البصل يقرب يستوي والجزر، انا هوريكم احنا هنكمل سوى العدس لوحده ازاي، واذا بضرب ده لوحده واسيب ده ما اضربوش، ادبهمكم بس بالمعلقه كده، وبنزل عليه الطشه بالثوم، وقبلها احمر الشعريه وانزلها. ده اللي بيحب الشعريه مع شوربه العدس. ان شاء الله انا هغطي عليه، وانا ولعت عليه النار، هسيبه يستوي ونرجع مع بعض. يا حبيبي ما شاء الله غلى معايا اهو، البصل اختفى، بدأ يختفي هو الطماطم. لو نزلوا لتحت في الميه يعني ما عادوش باينين، والعصر اللي هيظهر تعرف ان الطماطم والبصل استووا على طول. هطلعهم واضربهم في الكبه وارجعهم تاني. ما شاء الله انا ههدى عليه النار واسيبه يستوي براحته، وهكمل بقيه الخطوات معاكم. كده يا حبايبي انا لميت الجزر والبصل، لميته معايا بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. هضربه في الكبه ونرجع نشوف مع بعض احنا هنكمل ونعمل ايه. انا ضربته معاكم في الخلاط الجزر والبصل بقى بالمنظر اللي انتوا شايفينها ده، مع شويه عدس صغيرين. انا
انا هرجع اسويه، اكمل سواه على النار واحط العقد بتاعه ميه، وبعد كده ان شاء الله نحمر الشعريه مع بعض وننزل عليها الطشه بالتومه، ونشوف طبق الشوربه اللذيذ ده هيبقى في الاخر نهايته عامله ازاي. يعني انا سايباه كده، ده كميه جزر على شويه البصل شويه عدس بصوت خالص خالص قوي، ضربتهم قوي قوي في الكبه ونعمتهم، وسبت باقي العدس في الحله ما ضربتوش، علشان انا ما بحبش الحبايه استوت خلاص معايا، انا همكتها حلوه قوي بالمعلقه، وهنزل عليها الخلطه دي مع شويه ميه صغيرين مع الملح والفلفل، كمون فلفل اسمر، وبعد كده ان شاء الله ما يستوي هقوم طش عليهم الشعريه، وبعد كده اطش التوم واوريكم الطبق في الاخر شكله هيبقى في منتهى الروعه ان شاء الله. انا بحمر يا حبايبي الشعريه كده، والشعريه بتحمر بالطريقه دي كده. انا حطيت عليها فص الثوم وهي بتحمر، يعني والشعريه بتحمر حطيت عليها الثوم بتاع الطشه، منها الشعريه تشرب منه. انا حمرته معاكم كده، هطشه في العدس وفي الاخر انا حطيت العدس على الشعريه، العدس وقلبتهم كويس مع التومه، هسيبهم ياخدوا غلوه وهوريكم شكلها في الاخر عامل ازاي. خلاص كده العدس استوي ما شاء الله، ما عادش ناقصه اي حاجه غير انه عاوز يتاكل بس. ده ما شاء الله اهو. هنعمل جنبه شويه رز بشعريه، ونحمر بطاطس، ونسلق بيض، وطبق سلطه، والف هنا على اللي بياكل ان شاء الله. ان شاء الله كترت الجزر، قللت الطماطم، بصلايه، شايفين العدس اصفر ازاي وجميل ازاي، كأن مفيش عليه اي اضافه. هو مفروض كده، المفروض العدس تحس وانت بتشربي انه عدس، ما يبقاش بصله زايد، ما يبقاش جزره زايد، ما يبقاش اي حاجه فيه زايد. هو متعته في انه عدس، متعته في انك بتشربيه شوربه عدس، يعني مفيش اي حاجه تضيع النكهه بتاعته. ده شكله اظن احنا شايفين، بقرب الكاميرا على قد ما اقدر اهو، اظن احنا شايفين كده الشكل عامل ازاي. ما شاء الله تبارك الرحمن، زي ما هو بالظبط. ده ان شاء الله شكله بقت خلاص كده. انا هطفي النار، هولع على رز بشعريه، وانا غارفه ان شاء الله الاطباق باذن الله، هوريكم انا شكله عامل ازاي معايا وقدمت جنبه ايه. وكل سنه وحضراتكم طيبين، يا ريت تنتظروني.